ابويا، مش يكفيني انا واخواتي كلنا الا الاعدام لكل واحد فيهم، او العداله تاخد مجراها الصح، لانه ده ابويا ومحدش يرضى على ابوه. لان هم سرقوا ابويا بممتلكاته، زوروا ورق وظبطوا وخدوا ممتلكاته كلها. عندنا بيوت وعندنا عمارات، سرقوا فلوس ابويا وسرقوا اراضي وسرقوا حاجات كتير. يعني ده اللي خلاك تشك اكتر كمان. وكان راجع ابويا من الاردن، جبنا تقارير انه كان ابويا راجع من الاردن، كان عنده اراضي من الاردن كان بايعها ب 380 الف دولار كمان. بعديها الحادثه على طول حصلت. فكل ده انا قدمته للعداله. والفلوس كلها ما فيش حاجه كانت موجوده خالص. لما انا رحت انا ما كنتش اعرف كل الكلام ده. ابويا يعني من الناس اللي احنا كلنا يعني كنا عارفين ان هو راجع، بس ما كناش نعرف هو بايع. كان قال لاختي كبيره ان هو رايح يبيع حاجات عنده في الاردن. فطبعا لما رجعنا احنا كنا مشغولين قوي في موضوع العزاء بتاع ابويا الله يرحمه. يعني اهم عندك حاجه ابوك دلوقتي، انك تدفنه الدفنه الصح وتعمل كل حاجه ومشاعره وتاخد بالخاطر ابوك. فلما حصلت دي بدانا احنا، وكان عندي اختي لازم تاخد جرعه، فكنت لازم ارجع، وكان عندي تصوير المسلسل بتاعي. فكل الاحداث دي كانت متعلقه ببعضيها، فكانش فيه اي وقت ان انا ابدا ابحث في الحاجات دي كلها. فبدانا نتكلم في الحاجات دي ونشوف بقى ابويا الله يرحمه ايه اللي يملك، الملكيه، إيه الحاجات دي كلها، الدفنه وشهاده الوفاه، وفي حاجات تبقى موجوده. واختك ايدتك، اللي جايه بقى من سوريا، اللي كانت عايشه مع ابوك، ايدتك في كل ده انه فعلا